بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل معاكم النهارده طريقه عمل الفراخ بطريقه سهله وايه وبسيطه خالص. يعني هنسلقها وبعد كده هنشويها، يعني كانها مشويه في الفرن. هي مشويه في الفرن بس بعد السلق ان شاء الله. وهتشوفوها دلوقتي طريقه سهله خالص وبسيطه وطعمها في منتهى الجمال. انا معايا فرختين اهوت متوسطين. الفرخه 2 كيلو. هناخد الوراك بس هنعملهم في الفيديو دهوت، يعني بالطريقه اللي قلت لكم عليها اهيت. وهناخد الصدور ونعملها بانيه اللي انا نزلت لكم الفيديو بتاعها يعني امبارح. وانا اللي مقطعه البانيه على ايديا، ما كنتش عارفه نقطعه مظبوطش، انا اللي مقطعاه. انا بحب اجيب الحاجه طازه وعلى ايديا. الفراخ دي كانت حيه، انا جايباها وذبحاها ومنضفاها انا، من فلاحه فراخ بيضه بس من فلاحه، جايباها انا وذبحاها ومنضفاها انا. بحب اجيب حاجتي طازه واعملها على ايديا انا. ما بحبش اجيب فراخ من عند بتاع المحلات، عشان مش ضامناها يعني، ومش عارفه ايه مصدرها يعني او واكله ايه او كده. لكن الفلاحه بتبقى مزبنه، انا فلاحه بنجيب منها الفراخ دي وعارفاها يعني، وبتجيب الحاجات نظيفه. فانا اهوت بنخليها اهوت. قطعت الجناحات لوحدها والصدور لوحدها والوراك لوحدها. وهنعمل معاكم دلوقتي طريقه ايه الوراك. وزي ما شفتوا في الاكل في السوا اللي قدامي اول الفيديو، طالعه الفراخ شكلها جميل ولونها جميل زي المشويه بالظبط، مشويه من اساسها يعني، كلها شوي. لكن هي مش كلها شوي. هشوف دلوقتي انا عملت فيها ايه وطلعت زي المشويه بالظبط. وحطيتها في الفرن برضو، شويتها في الفرن برضو. هشوفها دلوقتي ازاي. خلي الصدور بسهل خالص، بتخلي في منتهى السهوله يعني. طريقتها سهله خالص وبسيطه. وانا عملت الصدور دي بانيه زي ما قلت لكم الفيديو اللي نزل امبارح. انا بحب اعمل حاجتي بايديا، ما بحبش حد يعمل حاجه. ما دام انا عارفه نعملها يعني بنعملها، بدل ما تخسري فلوس وواحد يخليها لك وتجيبها مذبوحه من عنده مش عارفه مصدرها ايه اعملي انت وتعلمي انت واعملي انت، وهتبقى حاجه مضمونه وتديكي خبره يعني ومعرفه ازاي تعملي الحاجه دي. معاك اهو الصدور غلبتني شويه في الخليان. وبرضو ما جيت اقطعها بانيه برضو ما كان فيها قطع مش متظبطه معايا يعني. اهوت حطيت ميه مغليه تغلي الاول. لازم تسقطيش الفراخ او اي لحوم في الميه اللي هتسلقيها غير لما الميه تغلي، عشان تعملها اسقاط حراري ذاتي. اهي حطيت طماطميتين متوسطين وورق لورا وفلفل اسمر وبصلتين. بعدين بتحطي اهو الوراك بقى تحت الفراخ اهي. ما تحطيش الحاجه غير لما الحاجه تغلي. حطيت بقى اللي هي الهياكل العظميه اللي فاضله ايه من الخلي بتاع الفراخ والوراك، الصدور والفراخ والوراك. وخلي بالكم الفراخ البيضاء دي بتخش حاجه خالص يعني، طلعها على طول تلاقيها فتحت منك على طول زي ما انت شايفاها كده. ما تقعديش كتير في الميه تغلي، عشان تنسى هتدخلها تنشوي في الفرن هتستوي منك اكتر من كده يعني. وحطيت ملح طبعا عليها، ملحت الشوربه طبعا عشان اللحمه تبقى طالعه مملحه وحلوه. هنعمل معاه بقى رز اهوت. هنعمله النهارده على عين البوتاجاز من فوق، رز بالقشطه واللبن. رز اصفر يعني، هنحط له شويه كركم على شويه كاري. انا بحب الرز بتاعي بحب اعمله باللبن دايما. نادر لما نعمله من غير لبن يعني، بتبقى نوادر يعني، لكن اساسا نعمله في برامه في الفرن او فوق على العين في لبن وقشطه. اللبن والقشطه بيدي الرز طعم جميل خالص. حطيت له ميه سخنه عشان يغلي على طول اهوت. هشوفه دلوقتي. واحنا عارفين طبعا عيار الرز المصري البلدي، كوبايه رز بكوبايه ميه. كوبايه رز وكوبايه ميه على طول.
بس انا بحطها بالوايم كده عشان يعني خلاص عندي خبرة منها وبعرف هي بتاخد قد ايه. تحط ملح تملحي طبعا. انا ما بعيرش خالص الرز، انا بحطه كده بالوايم كده يعني، وبالخبرة وبالمعرفة كده. الفراخ بعد ما نزلت حطها في صينية ورشت عليها بهارات، فلفل اسمر، بهارات لحمة، إيه، فلفل اسمر، بهارات لحمة وملح اهو. بعدين بتدهنيها بقى سمنة او سمنة وتدخلها الفرن. هتدهنيها السمنة عشان تتحمر معاك وتدخلها الفرن. هتطلع زي المشوية بالظبط، ولا كأنك سلقتها، ولا هتطلع مشوية، طعمها زي المشوية بالظبط، ولون وطعم وكل حاجة زي المشوية بالظبط. بس ديناها غلفها بالسمنة كويس عشان تتحمر من كل الجوانب. انا بنعمل شوية كاري على شوية كركم للرز اهوت، بنحطه بعد ايه ما بالشرب المية بتاعته. هنعمل معاهم طبق ملوخية. دي فص يعني معلقة توم مفرومة اهيت. دي معلقة توم مفرومة. هنحط عليها مع نص معلقة كزبرة ناشفة اهو. دي الطشة الأولانية بتاعت الملوخية. هنعمل معاكم النهاردة ملوخية اللي أنا مفرزاها خضرة، ملوخية خضرة متفرزة. هنحط الصلصة دي أنا مطيباها في البيت ومخزناها في الفريزر، فرزاها في الفريزر. عودي نفسك يبقى عندك صلصة طيبة على طول في الفريزر جاهزة، هتوفر معاكي في الوقت. لو انت مزنوقة ولا عندك عزومة ولا حاجة، خلي في صلصة على طول جاهزة في الفريزر متفرزة معاكي، هتوفر معاكي الوقت. المحشي، ملوخية، أي طبيخ هتوفر عليكي، عشان الصلصة دي الطماطم بتاخد وقت في الطياب. فعودي نفسك دايما يبقى عندك صلصة طيبة في الفريزر، طلعي تشتغلي عليها على طول. ونحط شوربة اهوت. وزي ما قلت لكم قبل كده، الملوخية يا حبايبي ما بتسقطش عشان بتغلي كتير ولا حاجة، هي بتسقط عشان خفيفة. خفيفة ملوخية، ما تخفيش الملوخية عليها. انا كده حطيت اللي هو الكركم والكاري على الرز اهوت وسبته شوية. دي الملوخية اهيت وهي متفرزة، هتحطها بتلجها عشان ما تفقدش القيمة الغذائية بتاعتها. الرز اهوت بعد ما حطيت له الكاري والكركم، نص معلقة كاري على نص معلقة كركم على معلقتين مية او 3 معالق مية. انا المية كانت زيادة معايا شوية فما بانش اللي هو حبة وحبة، عشان المية كانت زيادة معايا شوية اللي فيها الكركم والكاري. خلي المية شوية خالص، معلقتين 3 مية بس. والملوخية قدامكم اهيت، تحطها من الفريزر على المية بتاعتها المغلية على طول. ولو سمحتوا الفيديو يا حبيبي لحد دلوقتي وعجبكم، اعملوا اشتراك للقناة واسمعوا الفيديو للآخر، واعملوا لايك للفيديو يا حبيبي لو سمحتوا من فضلكم. لو سمحتوا حبيبي من فضلكم اعملوا اشتراك في القناة واسمعوا الفيديو للآخر واعملوا لايك للفيديو. الملوخية بعد ما غلت، زي ما قلت لك، الملوخية عشان ما تسقطش منك، تقلي الملوخية، خلي الشوربة شوية والملوخية تقيلة. دي الطشة التانية بتاعت الملوخية اهيت. برضه هناخد معلقة توم كبيرة مفرومة على نص معلقة كزبرة ناشفة اهوت يا حبايبي. دي الطشة التانية للملوخية. ها. يعني بنعمل الحركة دي عشان يبقى فيه توم لازق في الطبق اللي انت بتحمري فيه الملوخية، بتاخده بقى وتنزل. الملوخية قدامكم اهو. تقلي الملوخية نفسها. الأكلة شوف الفراخ حمرا ازاي، زي المشوية بالظبط وأحسن من المشوية بالظبط، مش بالظبط كمان اهي. دي تحت الشواية في فرن البوتاجاز. والطبق الملوخية اهوت. ده الأكل بعد ما استوى يعني. شايفين الفراخ جميلة ازاي، كأنك شاويها من وهي نية، لا سلقتها في مية ولا حاجة، شوربة ولا حاجة. دي الشوربة بتاعتها اهيت يا حبايبي.
وده الرز حبة وحبة، بس المية بتاعته طلعت كتيرة فما اعملش حبة وحبة واضحة يعني. دي المخلل اللفت انا عاملاه معاكم في الفيديوهات اللي عدت. واعملوا اشتراك في القناة يا حبايبي، واسمعوا الفيديو للاخر، واعملوا لايك يا حبايبي لو سمحتوا. وانا كده عملت معاكم طريقة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة، كأنها مشوية بالظبط من اولها، ما انسلقتش اهي، تحت شواية فرن البوتاجاز العادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.